النهارده اتكلمنا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث الطبي الحيوي او في البحث العلمي عامه. والله انا عندي شغف بصراحه من ساعه الدكتوراه في استخدامات الذكاء الاصطناعي. العالم كله بيتطور، والموضوع بدا من تقرير بدا اليونسكو قالت ان في العالم العربي تشالنجز بتقابل الاديوكيشن بسبب الليميتد ريسورسز، يعني قله المصادر، يعني ما فيش مصادر وابحاث علميه كافيه، وكان بينادي باستخدام التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي وتمكين المراه في البحث الطبي او في البحث العلمي عامه. فبدات ابحث واستهواني الموضوع لدرجه ان انا يعني سجلته في رساله الدكتوراه بتاعتي، ازاي نستخدم الذكاء الاصطناعي ونستفيد من الفوائد بتاعته اللي هي بتوفر الجهد والوقت والكواليتي وتحسن الكواليتي بتاعه الابحاث، وفي نفس الوقت نراعي الاسكس بتاعته. وانا بحضر البرزنتيشن اللي هقولها النهارده، اللي قلتها النهارده، كان في دماغي فكره ان ازاي نستخدم التطبيقات الفري ريسورسز اللي متاحه اي حد يقدر يستخدمها بسهوله ويقدر يستفيد من الابلكيشنز بتاعتها، زي مثلا ازاي الباحث يستخدم ريسيرش كيك مثلا فور اكزامبل عشان يبحث عن جاب اوف نوليدج، يبقى يلاقي بوينت معينه او بروبلم للبحث بتاعه، ازاي مثلا يعمل سايتيشن في مينت بدل الطريقه المانيوال اللي بتاخد وقت كتير. كمان مش بس تطبيقات الذكاء الاصطناعي بس في البحث العلمي، لا ده هو كمان ليه تطبيقات كتير في الاديوكيشن، وليه فروع كتير جدا اللي هي منها مثلا ناتشورال لانجويج بروسيسنج او البرمجه اللغويه، زي الشات بوتس، اشهرهم طبعا الشات جي بي تي، وكان في برضو الابلكيشنز اللي انا اتكلمت عليها من شويه. كمان الذكاء الاصطناعي بيساعدني ان انا ممكن اعمل personalized education، يعني ان انا احط بلان كامله للمتعلم، ازاي هيتعلم، ايه الماتيريال اللي هيستخدمها، ايه الاكتيفيتيز اللي هيعتمد عليها، ايه الايفالويشن بروسيس اللي هتحصل له. كمان بيراعي الانديفيدوال ديفرنسز، وممكن يعمل لكل واحد او لكل متعلم برنامج كامل. That's why ان البحث العلمي مهم جدا فيه ان احنا نستخدم فعلا الذكاء الاصطناعي ونراعي التكنولوجيا. وكمان احنا كسيدات مش المفروض نقف عند دورنا في البيت، وان احنا كأم ده يعني دورك في المجتمع، وان انت تواجهي التكنولوجيا اللي موجوده، دورك ان انت تساهمي فيها، ده كمان من ضمن ادوارك او من ضمن ادوار السيده المصريه. المراه هي الام وهي الراعيه كمان في مجال البحث العلمي. الحقيقه احنا عندنا البحث العلمي عباره عن فرق، فالمرأة تقود، المرأة تجود بكل ما لديها من عطاء، مقدرة للظروف، طبعا بتكون دايما محفزة، تعطي الأمل. مجال البحث العلمي الحقيقة توسع جدا في كل المجالات، على رأسه التكنولوجيا. وده أنا تشرفت إني أثناء تقديمي لترقية أستاذ منذ السنوات إني أقدم بحث عن استخدام التكنولوجيا في علاج السمنة ومرض السكر، وكان من أهمها الذكاء الاصطناعي أو AI Artificial Intelligence، وإزاي نستخدم الحاجات الجديدة زي النانو تكنولوجي والفيرتشوال رياليتي والأوجمانتد رياليتي والبلوك تشين والنانو تكنولوجي في مجال البحث العلمي. والحقيقة وجد أن هذا البحث الحمد لله يعني حقق كثيرا من الإنجازات، وكان لي توصيات وسافرت بيها في بلاد كتيرة عربية ودولية، ألقيت هذا البحث في الخارج، والحمد لله حظى على إعجاب عدد كبير من العاملين. استخدام النوعيات الحديثة من التكنولوجيا في مجال البحث العلمي سيميز المرأة المصرية، بتسهل كتير جدا. الارتفيشال انتليجنس والانترنت اوف everything، حاليا كل شيء بقى رقمنة، وان المريض يدخل من اول ما يدخل ليه رقم ويتداول هذا الرقم في عبر السجلات، ده شيء جميل. العلاج عن بعد وهو علاج رائع، وبيوفر وقت وبيوفر مجهود وبينقل حضارات وبينقل ثقافات وبينقل خبرات. انا بعالج ناس في نجوع وانا قاعده في مركز قومي للبحوث، في مركز التميز الطبي، بكلم ناس في الوادي الجديد، في الخارجه والداخله، وفي قرى بسيطه في صعيد مصر او في الدلتا، واقول لهم ايه اخبار الابحاث وايه اخبار الانفستيجيشنز او الفحوصات اللي بيقوم بها المريض. كل ده معناها بحث علمي، معا للتقدم، معا للبحث العلمي. من لا يتقدم، من لا يتجدد يتدهور، ومن لا يتقدم يتبدد. محتاجين ان احنا نستعين بالذكاء الاصطناعي والبحث العلمي لتقليل عدد كمان العمالة الكتير والأوراق.
بقى التسجيلات والحاجات دي بتسهل. فان شاء الله لمستقبل افضل للمراه المصريه، الباحثه المصريه، الطبيبه المصريه، واهلا بيكم في رحاب المركز القومي للبحوث. النهارده في الندوه بتاعه الجمعيه المراه في العلوم للدول الناميه، كان الحقيقه الندوه كانت شيقه جدا، كانت على الذكاء الاصطناعي والمستقبل ودور المراه فيه. على هامش الندوه النهارده كان في تكريم لبعض القيادات البحثيه اللي تمت على مستوى المراكز البحثيه كلها وعلى مستوى الجامعات، عضوات في الجمعيه، والحقيقه كانت حاجه تشرف الحقيقه كلهم. بالنسبه للذكاء الاصطناعي هو فعلا هو ده المستقبل، وهو ده مستقبل البحث العلمي. له بعض الميزات او الميزات كتير، بس له بعض العيوب اللي نخاف منها، لان بيبقى نقل كوبي بيست، ما بتشغلش مخ الباحث كما يجب. لكن لازم يعني نتواكب مع العصر ونتعلم كويس الاي اي او الذكاء الاصطناعي. يمكن خلال الاسبوع ده في حوالي يمكن 3 ندوات او 3 ورش عمل بتتكلم على الذكاء الاصطناعي وهو اهميته في البحث العلمي واهميته في تشخيص الامراض. انا بصفتي طبيبه اطفال، قد كده بنقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي في التشخيص، يساعدنا في تشخيص بعض الامراض، يساعدنا في تشخيص الامراض عن بعد، يساعدنا في كتابة بعض المشاريع، الأبحاث، النشر العلمي، حتى البرزنتيشن، إزاي تقدر تعمل بريزنت يور سيلف كباحث وتتقدم لوظيفة أو تتقدم أو تقدم شغلك كباحث علمي. ممكن جدا استخدام الاي اي بس بالضوابط بتاعتها. وعشان كده في الاثكس او لجنه الاخلاقيات بتهتم جدا بالموضوع ده، وبرضه ليها بعض الامباكت او بعض الندوات اللي بتعلم الناس ازاي يستخدموا الذكاء الاصطناعي بطريقه اخلاقيه علميه سليمه. لان في النهايه عايزين نوصل معلومه سليمه. هو ايه فكره البحث العلمي؟ ان احنا بنوصل معلومه علميه سواء للمجتمع العلمي او للعامه، ففي كل الاحوال لازم تكون معلومه سليمه دقيقه واضحه ومش منقوله من حد. ميزه الذكاء الاصطناعي انه بيبقى بالنسبه لنا كداتا بيز نقدر نستخدمها ونوظفها في البحث العلمي اللي احنا بنشتغل فيه. باعتبار ان انا مشرف على الحاسب الآلي، دي من اهم الحاجات الحقيقه اللي احنا مهتمين بيها، والفتره اللي جايه هتبقى يعني هناخد خطوات، مش بس ندوات او توعيه عن الذكاء الاصطناعي، لا هنفعلها فعلا وبنعلمها. ويمكن بدايتها برقمنه او ديجيتاليزيشن للبحث العلمي او للمركز القومي للبحوث كله. ابتدينا خطوات الحمد لله سباقه يعني وثابه، وباذن الله ان شاء الله نحقق يعني نهضه علميه قويه تليق بالمركز القومي للبحوث في مستوى الذكاء الاصطناعي ومستوى الابحاث العلميه كافه على كل التخصصات. انا الحقيقه يشرفني كل التشريف احضر هذا المؤتمر اليوم، يعني عن موضوع من اهم الموضوعات اللي تتعلق بالمراه في العلوم والذكاء الاصطناعي لمستقبل افضل. احنا عملنا دراسه في مركز الدراسات والبحوث الاجتماعيه تتعلق بقضيه الامن، استخدام الامن الصناعي بطريقه امنه والذكاء الاصطناعي بطريقه امنه. بمعنى ان احنا بنسعى الى ان الذكاء الاصطناعي فيه خطوره، ان ممكن يستخدم بطريقه غير طبيعيه ويبتدي يعني يحصل مشاكل. وطبعا موضوع الروبوت والحاجات دي كلها بتعمل مشاكل. فبالتالي احنا من خلال يعني الفتره الماضيه عملنا دراسات حول الذكاء الاصطناعي، وبنحاول نقول للناس لو سمحتوا لابد عشان تستخدم الذكاء الاصطناعي لابد ان يكون عندك القاعده الاساسيه من الجانب العلمي. مش معقوله يعني يستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقه يعني عشوائيه. وبالتالي على قاده التعليم وقاده الفكر والثقافه والاعلام ان احنا نحاول نسعى من خلال مؤسسات التعليم وقاده الفكر والثقافه والعلم والاعلام ان هم يسعوا الى استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقه امنه.
النهارده المؤتمر ده بيتكلم عن الذكاء الصناعي واستخدامه في مجالات الصحة، وازاي نقدر ان احنا نستفيد منه. فطبعا في كتير بيتكلموا عن الذكاء الصناعي في تطبيقات مختلفة. أنا هتكلم عن إزاي الذكاء الصناعي ممكن يساعدنا في الصحة العامة، يعني في تشخيص الأمراض في وقت مبكر، أو تشخيصها بدقة، أو العلاج بدقة لكل شخص ممكن نكون عندنا المعلومات بتاعته. وكمان إزاي يساعد الأطباء، وكمان يساعد المرضى أو المجتمع in general. فطبعا الذكاء الصناعي ده مش بيجي من الهوا. المعلومات اللي احنا بنحطها في الداتابيزز او في الكمبيوتر هي، وبعدين بنمرنها ونقول لها ازاي تفكر. يعني طبعا الشخص احنا برضو بنقول للمعلومات دي ازاي تفكر، بيدينا الاوتبوت او النتيجة اللي احنا عايزينها. فطبعا لو احنا ما عندناش معلومات انها لكل الناس، لكل الشخصيات، للستات، للرجاله، للكبار، للصغيرين، للي عايشين في مناطق مثلا ريفيه وهم متعرضين لاجواء مختلفه عن اللي عايشين في المدينه، لو ما عندناش كل المعلومات بتاعه الصحه بتاعتهم، يبقى مش هنطلع نتيجه شخصية أو نتيجة تسمح لكل الناس. فطبعا مهم جدا جدا إن إحنا لما نستعمل الذكاء الصناعي نستعمله صح. لازم إن إحنا نجمع كل المعلومات والداتا بتاعة الأشخاص بتاعتنا علشان خاطر نحطها في الداتابيزز دي، ويكون كمان عندنا ناس بتعرف تعمل تحليلات واناليتكس عشان تطلع لنا المعلومات اللي هتساعدنا. كمان في بيفكروا ان مثلا الذكاء الصناعي ده يقدر ان هو يساعد ان احنا نتواصل مع مجموعة اطباء تانية في بلد تانية ونعمل استشارات ونعمل حاجات زي كده. الحقيقة دي موجودة، مش يعني الذكاء الصناعي مش هو بس اللي بيعمل كده. في حاجة اسمها تيلا هيلث، يعني هيلث بالكمبيوترز او بالفيديوز، زي ما بنعمل احنا ايام الكوفيد كنا بنعمل حاجات كتير بالفيديوز. الحاجات دي بتقدر ان ممكن العيان يكون موجود وفي زي روبوتس، وفي دكاتره قاعدين في امريكا ودكاتره قاعدين في افريقيا، وهم يتجمعوا مع بعض وهم يستشيروا. الذكاء الصناعي فالحاجات دي موجوده اللي هي بنسميها تيلا هيلث، يعني كمبيوتر هيلث. لكن الذكاء الصناعي يقدر يساعدهم اكتر ان هم لو عندهم حاله ما هياش كومن وعايزين يعرفوا عنها اكتر، يقدروا يروحوا على كل الداتابيزز دي ويعرفوا اكتر ان هم يشخصوا الحاله باداء وان هم يقدروا يعالجوها كمان باداء. أنا مبسوطة جدا إن أنا موجودة النهاردة في المركز، لأنه النهاردة بنتكلم عن ندوة مهمة جدا جدا. بنشوف إزاي ممكن التقنيات المختلفة تساعد المرأة في العلوم، تساعدها في الابتكار، تساعدها في البحث العلمي، وتساعدها كمان في التمكين. المحاضرة بتاعتي اللي هنتكلم فيها عن نساء يبرمجن المستقبل. بنتكلم إزاي ممكن تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها تساعد المرأة على أداء عملها بطريقة أفضل، خاصة في ظل رؤية الدولة والخطة بتاعت 24 ل 27 اللي هي بتعتمد على المرأة كشريك أساسي في التنمية المستدامة، وإزاي إنه الدولة بتساعد بهيئاتها المختلفة على أنها تمكن المرأة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو العلمي، وإن هي تديلها دورها أنها تقدر تبقى فعلا بتقوم بالريادة.
ما زلنا بنتعرض أو عندنا بعض التحديات على مستوى العالم. يمكن على مستوى مصر الوضع أفضل كتير جدا مؤخرا، المرأة واخدة مكانتها، لكن على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي ما زالت النسبة قليلة جدا. آخر إحصائية كنا بنتكلم فيها عن الشركات الناشئة اللي بتعمل في الذكاء الاصطناعي، يمكن المرأة يعني النسبة بتاعتها فيها 12.5% بس. عشان كده احنا سعداء انه الدولة بتشتغل بمبادرات كتيرة، سواء مبادرة هي رائدة او مبادرة قدوتك، ان هي تحاول تدي للمرأة كل المهارات والمعرفة اللي هي محتاجة لها علشان تاخد مكانها برضو في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة ان الدولة المصرية مهتمية جدا جدا بالمجال ده وبتنفيذه في مختلف القطاعات. ما زال في بعض التحديات خاصة بتمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة مش في العلوم عامة، ومنها يعني لما كنت بستعرض تحديات خاصة على مستوى العالم، نظرة المرأة لنفسها. في حاجة اسمها imposter syndrome، يعني في عرض معين بيبقى عندنا كتير جدا كامرأة، وبنكون أحيانا حاسين إنه إحنا مش واثقين من نفسنا، مش واثقين من أدائنا في المجال ده، لأن هو مجال يعني بيتشاف إن هو مجال صعب جدا. فيعني أنا من ضمن ورقة العمل بتاعتي النهاردة بستعرض التحديات المختلفة وبستعرض حلول كتير ليها، منها دور الإعلام، فمهم جدا البرامج اللي بتوعي المرأة عن مكانتها، منها دور الدولة، والحقيقة بنشكر الدولة المصرية عشان المبادرات القوية جدا اللي في مجال تمكين المرأة، في مجال تعزيز دورها في المجتمع ككل، ومنها التعليم. وبرضه مؤخرا لقينا ان في توجه كتير جدا لوجود برامج بتركز على دور المرأة وبتركز على إعطاء صورة مضيئة، وإن احنا بنستعرض أمثلة كتير ناجحة جدا في مجتمعنا في المجال ده، سواء في الجامعات أو في الصناعة. الموضوع بتاع المؤتمر المرة دي اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي دخل في كل حاجة في حياتنا، كل مجالات التنمية موجودة، فلازم نعرف الباحثين والباحثات بهذا الموضوع وازاي يدخلوا بأمان ويتلافوا التحديات اللي بتقابلنا في هذا. في بعض التخوف من الدخول في المجال ده، لكن لا غنى عنه ان احنا ندخل في مجال التقنيات الحديثة. انا شايفة الشباب هنا في المركز القومي للبحوث حاضرين وكلهم نهم على ان هم يحضروا الموضوع ده، والمتحدثين الحقيقة متخصصين جدا في الموضوع. معانا الدكتورة منى فؤاد من جامعة ألاباما، هي مصرية، يعني أبحاثها متميزة جدا، وتنقل بقى الخبرة اللي هي أخذتها وإزاي التقدم العلمي واضح بتتعاون دايما مع جهات مختلفة في مصر. فأملنا أن يبقى برضو يمتد التعاون للباحثين اللي هم مشتركين في الجمعية. هنستمع للمحاضرات ويا رب يعني الكل يستفيد من هذا ويحاولوا يطبقوها في مجالاتهم المختلفة. وأتمنى برضو يبقوا في تواصل بين الباحثين من الجهات المختلفة ان هم يعملوا أنشطة علمية سوا ويعملوا مشروعات بحثية مع بعض. الذكاء الاصطناعي هو داخل في التعليم وداخل في البحث العلمي وداخل في التقنيات التشخيص والعلاج، يعني داخل في الصحة بطرق مختلفة. في عين شمس احنا عندنا في حاجة اسمها المستشفى الافتراضي، اللي هي ممكن كمان بتوصل للأماكن النائية البعيدة ولغاية أفريقيا. واحنا شايفين برضو في المؤتمر النهاردة في ممثلين من دول إفريقية وممثلين للاتحاد الإفريقي، فطبعا حلو ان يبقى في ما بينهم التواصل ويستفيدوا من الخبرات المصرية.
فمما لا شك فيه ان الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي داخل في تعليمنا وفي ابحاثنا، فمهم جدا ان احنا نتواصل ونعرف اكتر عنه. دور الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، دور الذكاء الاصطناعي ازاي ان انا اتنبأ بالامراض، ودي حاجه مهمه جدا. عندي داتا معينه، بدل ما اعمل 1000 تحليل ممكن عن طريق 20 30 تحليل بس ان انا اتنبأ بالمستقبل في مع امراض معينه. فده كان هدفنا. والنهارده كمان كان في الجزء الاول ان احنا بنكرم القائدات المميزات. كان عندنا دكتوره اماني الشريف من جامعه عموم الافريقيا، وكلمت عن ازاي تبقى نائب رئيس جامعه عموم افريقيا. عندنا دكتوره وفاء انديل نائب رئيس مستشار رئيس المركز القومي للبحوث ورئيس لجنه الترقيات، وكانت ماسكه رئيس معهد دولبر هاريس. فكان لازم نعرف دول وصلوا ازاي، وازاي ممكن عن طريق الدكتوره ليلى ابو اسماعيل برضو عضو مجلس نواب 10 سنين، وازاي هي مرة علميه، وازاي بدراسات، وازاي اساتذه في العلوم والطب والصيدله ان هم يعملوا لهم دور مجتمعي. فبالتالي النهارده اتكلموا على قصه حياتنا، ودوا تيبس صغيره كده للشباب الصغيرات ان ازاي تقدري تقاومي، وازاي ان انت تكيفي البيئه بتاعتك وتلاقي حماس جواكي، وان انت ازاي تحققي حلمك. امني بنفسك وابني بحلمك، وان شاء الله ده هيتنفذ. ده كان الجزء الثاني. فاحنا استخدمنا النهارده الذكاء الطبيعي في المراه القائده، والذكاء الاصطناعي اللي هو ان شاء الله هيوصلنا للمستقبل الافضل.